مشاهدينا نروح للجيم. الجيم اليوم أيضا في موضوع التضخم العضلة، هذا أيضا قضية نحتاج أن نقف عندها ونفهمها بشكل واضح. كابتن ياسر السفير هو قائد أو كوتش هذه الفكرة. صباح الخير على كل المتابعين قناة العراقية برنامج صباحكم رياضي. اليوم موضوعنا موضوع كلش حلو، راح يفيد كل المتابعين خاصة المبتدئين باللعبة. راح نحكي عن فقرة تضخيم العضلة وفقرة تنشيف العضلة، شلون والمحتوى مالتها شلون وشنو التكرار مالتها وش قد راح يستفاد اللاعب المبتدئ واللاعب المتقدم بالتكرارات. تابعوا واستفادوا فقرة فقرة يعني. طبعا التمرين الاول راح ناخذه على عضله التشيست، تضخيم عضله التشيست. احنا راح ناخذ كل زاويه على عضله نريد نضخمها، تمام؟ فالتمرين هذا خليني اشرح شويه المحتوى مالته على مود يعرف المتلقي شنو التمرين وشنو فائدته. هذا كل تكرار قليل بوزن عالي معناها تضخيم العضله المستهدفه. يعني اليوم انا اضخم عضله التشيست، ما العب 3 في 15، العب 10 8 6. هاي التكرارات اللي نلعبها على مود يصير ضخ للدم ويصير عندك كبر منطقه الشيست الظهر. نجي نشتغل مثلا التمرين هذا. التمرين الاول هذا وزن خفيف راح العب ب10 دفعات. ورا التمرين نسيت الثاني نلعب هو مصعد 5 نصعد بعد فوقه 10 يقل التكرار. ورا التمرين الثالث يقل التكرار نصعد وزن اكثر. ف3 سيت تكرار مختلف. العب هذا دا يشتغل على عضلة التشيست السفلى، تمام؟ يلعب ايش قد 10 دفعات، يخلص يصعد وزن يلعب 8 دفعات، يخلص يصعد وزن يلعب 6 دفعات. فهنا فكرة عضلة التضخيم هي التكرار القليل او التكرار التنازلي نسميه. هسه الفقرة الثانية فقرة تنشيف العضلة، يعني نريد هيكلية للعضلة مالتنا. يجينا شخص وزنه عالي او عنده شحوم متراكمه، طريقه استهداف هيكليه العضله راح تبلش عكس ذاك، تكرار عالي بوزن خفيف. بس شنو تركيز بالتمرين باشر كابتن. ايش راح نلعب؟ ننطي 3 في 15. العب داون، يلعب 15 دفعه بوزن نفسه، يعيد التكرار طبعا المره الثانيه ويعيد التكرار مرة 3، يعني حتى 4 اقدر انطيه على مود تنشف العضله مالته ويصير عنده بروز بالعضله مالته، فتنشف وتنطي رياكشن حلو وتنطي سيمتري كلش حلو. فصار تنشيف في نفس الوقت وصار تكرار عالي وصار عنده استهداف مباشر عضله الباي. طبعا كل التمارين كان عضله التشيست، عضله الظهر، عضله الكتف، نفس التكنيك. هسه احنا راح ننطي تمرين ثاني لتنشيف عضلة التشيست. طبعا تعمدت اخذ هذا التمرين لان اغلبية اللي عندهم زيادة بالوزن واللي عندهم كبر او تضخيم بهاي المنطقة هي منطقة الزنود، وعند الرجال احنا نسميها منطقة الترايسبس. راح نشتغل عليها تنشيف هاي المنطقة، نلعب بتكرار عالي بوزن خفيف. هسه ما مصعد وزن راح نشتغل على التكرار. اهم شيء بهذا التمرين انه التكنيك، نشتغل على التكنيك الصحيح. العب زاوية نتأخر جوا ونصعد على كيف سلولي، تأخر جوا واصعد على كيف سلولي كلش بطيء. لنشتغل تكرار عالي، راح نلعب 3 في 15 طبعا 3 جولات بحيث ننشف هاي العضلة. كل تكرار عالي، أي عضلة جايين نستهدفها، أي عضلة هي راح تنشف بالتكرار العالي وبالوزن الخفيف والتكنيك الصحيح. احنا هسه راح نلعب هذا 3 جولات على 15 15 15. فكل عضله نريد نستهدفها احنا لا على التعيين، اهم شيء نمط الفكره اللي نشتغل عليها. الفكره اللي انا طلعت عليها اليوم هي تضخيم العضله وتنشيف العضله. كل وحده انطيت المحتوى مالتها وكان النمط مالتنا معروف والدراسه صحيحه والتمرين اللي نعطيه احنا نربط عضلتين طبعا يوميه، عضله كبيره عضله صغيره. الفكره مالتها انه شلون ننشف وشلون نضخم. اتمنى وصلت مفهوميه التمييز نسميها بين التضخيم وبين التنشيف. كانت فقره مميزه طبعا، وحبينا نوضح لكل المشاهدين والمتابعين
انه شلون اني اضخم وشلون اني انشف. فان شاء الله الرياضيين كلهم استفادوا من الشرح المبسط، ونشكر كل المتابعين.